نبدو وظيفة عن هاي الأمور للدكتور سلطان كونه الآن مرشح منطقة الدائرة الرابعة، وراح يكون برضه كلمة للدكتور حسين كونه مرشح قائمة حزب العدل والإصلاح العدالة والإصلاح، وراح يكون برضه كمان كلمة للأستاذ محمد أبو رمضي مرشح مدينة مادرة. هلا احنا بصراحة ما بنعرف إذا في حدا ناس من مصاروة نازلين على قوائم أو على دوائرهم لغاية الآن حتى نقدر برضه كمان نقوم بدورنا كهيئة إدارية لديوان عشائر المصاروة بحيث ندعمهم ونرتب أمورهم من ناحية المؤازرة، من ناحية نشر إعلانات بالصحف والمواقع الإلكترونية والإعلام المائي، على أساس أن نقدر نجمع أكبر قدر ممكن من الأصوات سواء على مستوى القائمة أو على مستوى الدائرة. فيما يتعلق نرجع على الجدول فيما يتعلق المقر المؤقت الحالي. طبعا الكل بيعرف انه احنا طموحنا هو مقر دائم لعشائر المصاروة، ولانه هاي الفترة كانت بداية فلا بد انه نكون متأكدين ان هاي البداية شوي صعبة، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نجمع من كل المحافظات يعني ناس يمثلوا مندوبين يمثلوا هذه التجمعات. طبعا المقر الآن تسددت عنه كافة المستحقات المالية لغاية نهاية 2012 من خلال الأطباء اللي ساعدونا وقدموا هذا التبرع مشكور، ونقول جزاهم الله خيرا، وسنستمر في هذا الموقع المؤقت لغاية ما نحصل على الموقع الدائم من خلال إن شاء الله وجود ناس في مجلس النواب من عشائر المصارف. فيما يتعلق بالمجلس العشائري، احنا دائما في كل تجمع لابد من وجود مجلس عشائري اللي هو مجلس شورى من كبارنا ورجالاتنا يقدروا يقودوا مسيرة هذا التجمع العشائري بدون صبغة عشائرية في الدولة، في حتى ما بينه وما بين العشائر الأخرى. فهذا المجلس برضه كمان مطروح على أساس يزودونا بأسماء الأشخاص، وما في مشكلة قد ما يكون العدد بغض النظر ما عندنا مشكلة، المهم بتنير هذا المجلس يعزز هاي العلاقة ما بيننا. النقطة الثالثة اللي هو الهيئة الإدارية. احنا بالنسبة للهيئة الإدارية الآن تقريبا هاي السنة الثالثة أو شكت على النهاية، فلا بد من أن نعمل هيئة إدارية جديدة تقود المسيرة وتكمل المشوار. فالآن برضه كمان راح يكون بالاجتماع القادم العام راح يكون هذا من أولويات انتخاب هيئة إدارية جديدة. طبعا احنا الان برضه كمان نحكي في موضوع الانتخابات. هذه الانتخابات زي ما حكينا الان اللي احنا بنعرفه من عشائر المصارف او من الهيئه الاداريه انه احنا ثلاثه اللي نازلين، لكن اذا في ناس نازلين احنا ما بنعرف بنرجو انهم يزودونا بالاسماء او نتعرف على هؤلاء الاشخاص. والان راح يتكلم كل واحد من الاخوان النازلين على الانتخابات او المرشحين نفسهم على الانتخابات حتى احنا نتعرف عليهم والكل يتعرف عليهم من الحاضرين ويبرروا جرائمهم، وبدنا مؤازرة الجميع من خلال دعوة الناس اللي ورايحين نزور المواقع في الدائرة الرابعة، ورايحين نزور الناس اللي في كل المحافظات لمرشح القائمة، وحتى كمان راح نآزر الأخ محمد أبو رمضي في منطقة مادرة كونه برضه هو مصري وعلينا واجب كونه هذا من أحد مؤسسين وأعضاء الديوان. والآن الكلمة طبعا شلتهم بينهم، الكلمة الآن مطروحة بين الدكتور حسين والدكتور سلطان محمد الرمضي. وشكرا يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بالحضور الكرام من جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، فإننا نقول جميع محافظات المملكة لأن تواجد عشائر المصارى والحمد لله في 12 محافظة من محافظات المملكة الأردنية، وهذا جهد كبير إذ هنالك أحزاب سياسية كنأخذ المثل الأعلى هو جبهة العمل الإسلامي التي تشكل الخوف الكبير والهاجس الكبير لدى الأسرة الأردنية، فإنها لا يوجد لها امتداد بهذا الامتداد الذي نحن فيه. وأيضا العدد الذي موجود عندنا هنالك تقريبا ما يقارب 4,000,000. إذا أخذنا أعداد الأصوات الذين يحق لهم التصويت فهنالك ما يقارب 50,000 ناخب،
بهذا أن كان هنالك ترتيب سابقا أو مسبق بالنسبة للكتل النيابية، فيكون الحظ الأوفر لعشائر المصاروة أن يكون لنا كتلة وطن باسم عشائر المصاروة، وأننا على أمل في المراحل القادمة أو الخطوات القادمة أن يكون لنا كتلة على اسم الوطن، كتلة المصاروة أو ما تحبوا أن تسموها أنتم. فنحن نعتز أن تكون كتلة عشائر المصاروة في الأردن حتى نثبت أننا كم ووجود قادرين على إثبات وجودنا في الساحة السياسية على الخريطة الأردنية. أيضا أنني أشكر الحضور الذين أتونا من جميع محافظات المملكة لكي يؤازروا أخوانهم في هذه الانتخابات، وأنا على يقين تام أنه هنالك العدد الكبير الذي كان بوده أن يشارك ويحضر اليوم، لكن الدعوة تكون متأخرة لهم، والكثير منهم اعتذر على الحضور، وفي منهم بالطريق على الحضور إلى الجوع. أيضا أنني أدعو زملائي وأهلي وعشيرتي في جميع محافظات المملكة الدعم ومؤازرة مرشحنا عن صوت الوطن وهو الدكتور حسين الذي يمثل عشائر المصاروة في هذه المرحلة. وأيضا أدعو الأخوة الحضور في الدوائر المختلفة والخاصة في محافظة مأدبة بدعم زميلي محمد أبو رمضي. وأيضا أدعو لنفسي، وحتى لو بتكون آخر دعوة، أن يكون لنا الحظ الكبير في المؤازرة في الدائرة الرابعة، لأننا نتأمل الكثير أن يكون الدعم من العشيرة أولا، ومن ثم أصحاب، كل شخص له صاحب وصديق، فلا بد أن يكون الإنسان مكمل الآخر في هذه الطريقة. وشكرا لكم، ونترك الحديث للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحييكم بأفضل تحية عرفتها البشرية ونادت بها الأديان السماوية، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو رمضي المصاروة، مرشح عن محافظة مأدبة، عضو مؤسس لجمعية ديوان عشائر المصاروة، عضو بالهيئة الإدارية لدورتين، ابنكم وأخوكم، قريب لكل واحد منكم، وطبعا آمل مؤازرتكم عن طريق أصدقائكم. كل واحد له بعد وله نسائب وله ضرائب، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أصحاب السعادة والعقوبة، المشايخ والأخوان الكرام، وبالنسبة لي كلكم أصحاب عقوبة وسعادة وأكبر إن شاء الله. في هذا اليوم المبارك الذي نجتمع في هذه النواة، نواة تجمع الخير والبركة الذي نادينا له جميعا وسعينا منذ سنوات طويلة، وها قد أثمرت وأصبح الحلم شبه حقيقة، وما هي إلا البداية. وإن شاء الله ستكون اللبنة الأساسية لبناء مجلس وتجمع أردني كبير في هذا البلد له تأثيره وله مكوناته، وعندما يحرك واحد فينا أصبعه تكون له الأهمية ويكون له سعد إن شاء الله. إخواني الكرام، الحياة النيابية كما تعلمون هي إفراز حضاري للمجتمعات، فالمجتمع الذي يفرز نوابه وممثليه ويفرز خيرة الخيرة
من هنا يبدأ الخير في هذا المجتمع، وتبدأ الإصلاحات من الأساس، ويبدأ التشريع والموافقة عليه والسير بأمور كثيرة، وأهمها العدالة الاجتماعية التي ننادي بها جميعا في هذا الوطن، بالإضافة إلى حرية الرأي والرأي الآخر، تقدير الإنسان كونه إنسانا ومواطنا قبل كل شيء، الحقوق والواجبات متساوية كما كمل الدستور الأردني وأحد بنوده أن الإنسان الأردني له من الحقوق والمساواة في الحقوق والواجبات. هذا كمله الدستور، وهو وحاشا الله أن يكون قرآنا، ولكنه هو دستور تمشي عليه هذه البلاد وتسير وقانون. والدستور عندما يحترم ويحمى سوف تكون البلاد على عتبة الخير إن شاء الله، وبمؤشرات أن نقضي على الفساد كاملا ونبني اقتصادنا وتكون حريتنا بأيدينا وبأيدي خيرة الخيرة من أبناء شعبنا. هذه إرادة جلالة سيدنا أبو الحسين الذي يتوقع فينا وفي كل مواطن أردني الخير. نعم، هو يعترف أن هناك كثير من المسلمين والفاسدين، ولكن رحم الله ما قد مضى، ويأمل بشعبه أو من شعبه أن يكونوا هم دعاة للإصلاح من أنفسهم، ويختاروا من يروه مناسبا لهذه المرحلة الساخنة، مرحلة العولمة، المرحلة التي يحاصر فيها الأردن بأفكاره وبموارده الاقتصادية وبمواقفه للضغط عليه من أجل زجه في أمور نحن في غنى عنها. ولكن موقفنا في هذا البلد هو موقف الإنسان المسلم العربي القومي الشجاع الذي دائما ينادي بوحدة أمته وإلى المصير المشترك لكل أبناء هذه الأمة. نحن هنا في هذا الديوان نحن ننادي بالوحدة، وننادي بالتآخي والتعامل بالمعروف، وننادي أيضا لنكون من خيرة الخيرة، ونكون في مصاف كل ما ترونه أو كل تطلعون إليه في هذا البلد، لتكونوا في الصف الأول ولا تكونوا خلف الرجال للرجال، وتكونوا صفا واحدا متشابكين وتشاركوا في الرأي والرأي الآخر، وتكون لكم كلمتكم. هذه الانتخابات النيابية وبعد جهد جهيد، ونحن في حزب العدالة والإصلاح هو حزب ينادي بسيادة الهاشميين وبجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملكا وقائدا ونفراسا من هذه الأمة. ولكن من عين أن هذه العائلة الهاشمية المباركة هي خط أحمر، ونحن معها ونسير خلفها، ولكن نحن لسنا مع حتى أي حكومة إذا كان هناك فسادا أو ما يخالف مصالح الأمة ومصالح الشعب. عندما ننادي بالعدالة الاجتماعية نطالب أن يكون حقوق ابني وابنك وابن الوزير وابن السفير وابن العائلة وابن الفقير وابن أي عائلة متساوية في الحقوق والواجبات وفي كل ما يحصلون عليه مستقبلا، ليشعر بالأمن والأمان والاطمئنان، ويعطي مزيدا من الوفاء والولاء لهذا الوطن ولقائد هذا الوطن. من هذا المنطلق اجتمعنا ثلة من أبناء هذا الوطن الخير، وكلهم لهم باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، فقدتنا تمثل جميع هذه الأطياف: متقنين العسكريين، الأمنيين، أساتذة الجامعات، محامين، خبراء اقتصاديين، خبير زراعي، كل المراحل الاقتصادية التي ندعو أن نبني فيها البلد بالتشريعات تكون موجودة في هذه الفترة إن شاء الله. وشاء القدر واحتراما لإخواني عشائر المصاور في هذا البلد ككل قدمت نفسي لأن أكون رئيسا لهذه الكتلة،
تخطينا مراحل صعبة حوالي 5 أشهر عندما قدرنا أن نحصل على المركز الأول ورئاسة هذه الكتلة، بالرغم أنه يوجد فيها ابن عم رئيس الوزراء، ويوجد فيها سفير له المقعد الخامس، ويوجد فيها خبير اقتصادي وأستاذ جامعي له المقعد الثالث، ويوجد رجل أعمال المقعد السادس، ومندوب الكرك وجه وكان أمين سر مجموعة كبيرة وسياسي أخذ المقعد السابع، وهلم جرة. وفي عندنا من إربد بني كنانة والصلب ومن جرة وعمان والجيشية ومحامي من أهل الحيسي من جبل نزال. فجميع هذه الأطياف كلها في هذه الكتلة وتمثل جميع مشكلات الفصيل السابق الأردنية أو هذا الموضوع. ولذلك كنا قد حمل المسؤولية وباسمكم جميعا تحدثنا وانتقينا بكم لنكون في طليعة هذا الموضوع في طليعة هذا الموضوع، وكلنا أمل أن تؤازرونا كمرشحين لديوان عشان المصارف، وأين أمامكم الطاولة فما تأخذون منه وما ترغبون به، وعندنا استعداد بالكتلة أن تختاروا 3 مرشحين، وقد يكونوا في المواقع الأخيرة كما تقول قد نقدمونهم في مواقع متقدمة. 3 مرشحين منكم ليكونوا معنا في القائمة حتى تقوم صبغة لديوان عشان المصارف والأخوة الممثلين جميعا. وأنا عن كلمته على استعداد عندما أقول إننا قادرين أن نعمل هذا، نحن قادرون. فأرحب بكم أجمل ترحيب وكل فخر وكل امتنان بحضوركم وتعبكم معنا، لأنه والشكر موصول للأخوة جميعا الذين شجعوا وباركوا هذه الخطوات على مر هذه الأشهر وهذه السنين. ونفتخر بأخونا وشيخنا أبو طاهر الذي آثر وخاض هذه المعركة عدة مرات، ولكن آثر هذه المرة أن يترجل الفارس ويجعل للشباب نصيب. فأهلا بكم جميعا وبارك الله في خطواتكم، ونأمل أن تكونوا العون والسند لنا آمنين مرة أخرى، ونتوسم فيكم كل الخير وكل العطاء والوفاء والانتماء، لأنه هذا هو شعارنا وهذا هو انتماؤنا في هذا البلد الطيب، بلد أبو الحسين جلال الملك عبد الله الثاني حفظه وأدامه الله وأعز ملكه. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للدكتور سلطان والدكتور حسين المصري والأستاذ محمد عبرندي. الآن بعد ما انتهينا من كلمات الأخوة، الآن سنفتح باب النقاش والحديث لكافة الحضور بدون استثناء. راح يكون لقاء مفتوح باعتبار نسمع اقتراحاتكم، نتلاقى مع بعض بملاحظاتكم وبإرشاداتكم وتوجيهاتكم. والآن سنبدأ بطلب من الشيخ محمد أبو زيد على أساس يلقي كلمة أو اقتراحاته، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أشكر ابناء العمومة والأهل والأقارب والأرحام والجذور الأساسية، وهذه الجذور مبنية من الآباء والجدود، ونحن مع الآباء والجدود والأبناء لحاليا الشباب. أنا باسم إخواني الحاضرين احنا مع عشائر المصارف ولن نتخلى عنهم نهائيا، وإذا كنا ابتوا من زواج الدنيا الأردنية ونبغى سيرة أي مصري نحن ضده. إذا كنا بربر أو بعدلور أو بالكرك وسبوا لا سمح الله على المصاروة احنا ضدهم. واشكر اخواني يجوا من المناطق البعيده، وانا باسم الصغير والكبير
وانا باسمكم اقول بسم عشاء اسمه بحسين اخوهم وببدا اتكرر عليكم واسوي الاخوان اللي يجبرونا وجوني من المناطق الثانيه واكد جبت الله عليكم جبت الله جبت الله يا سيدي اثنين انه في المناطق اللي انبتوا عدلوهم والمناطق الثانيه اليوم تصير دعوات وما عندهم سياره او سنتين وثلاثه اللي تتحمل ابو باص 30 40 راكب. هذا تبرع منا، مش تبرع انه اكبر، انا اقل واحد فيكم ولكن موجود عندنا. هذا اي واحد عمر يتصل حسين سطام محمد الرملي اي واحد انه اليوم الفلاني يجي هو بنفسه ياكل دباصه اثنين ياكلوا مشان الاجتماع. أنا أي شيء عشان صار أطلب أن نكون يد واحدة ونكون أن محترسين على الجد. إحنا نقول يا جماعة الخير سامحونا في الجالسة العشائرية لأن عشان صاروا هم رصاص بالعشائرية مهم الفلاحين هم صاروا لا من خلقهم صاروا هم بجد ومحترمين بعضهم ينطروا على الطيبات ومنكروا ما الناس ما عمرهم إلا احترموا ضيفهم واحترموا ضعيفهم واحترموا الناس كلهم. فأنا أطالب من إخواني اليد باليد مع الديوان العسائر ولدكم اللي احنا جاهزين به ونمشي أنا واللي سوى البال إخواني وحسين أبو أمجد الناس الغنية حاضرة مع أي محل وناخذ لها محل اللي تبنوا فيه للديوان. وحكيت الأمين السابق وما قصر وإن شاء الله الأمور ماشية. احنا جاهزين على دعم الكائن المصاروة لو انه بالقبور احنا معه. والسلام عليكم. الشيخ محمد أبو زيد على هذه التبرعات وهذه التوجيهات والملاحظات ان شاء الله ان ناخذ فيها في تعزيز موقف شبابنا للنازحين عن الانتخابات. بالنسبه للانتخابات الرجاء ان كل عشائر المصاروة قلت لهم دعوه كلنا نصوت لصوت الوطن وابن الداخل. ان شاء الله. اي واحد ينجح اسم العشائر المصاروة. نعم. واي شيء بدهم دعم احنا قادرين ان شاء الله ندعمهم ونقدر عليه ماديا ومعنويا وجسميا وحركيا. حتى حركيا ماديا بالسيارات والاليات معهم. ماديا من دمنا مستعدين. وارجوكم كل واحد يقدر وكلكم تقدروا. معنى اليوم هذه لا تصدقوا ما هي نزاهه شنب ولفلفه. سووهم 27 صوت للاخوان المسلمين بالسابق مع اللي هو عون الخصاوي. ثاني مره سووها مع فايز القراوي ما مانوا عليهم. سووها مع جميع البلد وسووها كتل سنب ما في كتل. في ناس سووها البال يضربوا بعضهم ما ضربتوا بعض والله يجيبوا ملايين ما نجح. يجيبوا بعض يقول هذا عسكر المصاب حتى يعرف الدقاقي وداني من الحكومه انه في ناس وراه واذا ما في ناس ورانا والله لا نضيع يا اخوان. واليوم السكوت ما يسوي شيء. عنده مرتب ساكت نام في البيت مثل مسرين الليل وصرت رجل تنبرد هوا وصار وتتلم ويبه مضبوطه كيف ولا لا؟ بقى يا اخوان ودها تحرك مع بعضها واللي ينقص عليه ماديا ترى بوجه الحاضرين هو طاقمين معه. وانا اشكو بالله يد واحده اي مصري باي دائره ترى بالله واحنا داعمين. والسلام عليكم. شكرا لسعادة الشيخ محمد أبو زيد. والآن تفضل المهندس زياد المصري والمسار والمقابلين. تفضل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله أول شيء نحن أيضا ونؤازر الأخوان الثلاثة تأتي ونريد منا كل دعم ونتمنى لهم كل توفيق. بس أقول إن شاء الله على يوفقهم وينجحوا ما ينسوا عشائر المصابة. بدنا منهم مساعدة جماعية وليس فردية. ليس نوظف ابني أو بنتي مثلا لا بدنا دعم جماعي ونتمنى لهم التوفيق. شكرا لسعادة المهندس زياد سلمان المصري على هذه الكلمة الجميلة. مين يحب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يونس أبو زيد إسماعيل أبو زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمح لنفسي إن شاء الله أنا أتحدث بالأصالة عن نفسي ونيابي عن جمعية عشيرة أبو زيد. هذه الجمعية الفتية التي أقيمت في عين غزال في مركز الشمالية، فيها من أبو زيد سمير الخليل، فيها أبو زيد الرملة، فيها أبو زيد عمواس، فيها أبو زيد السافرية، فيها أبو زيد القدس، وأبناء سحاب إن شاء الله أن يكونوا هم الأساس في هذه الجمعية. أدعو الدكتور حسين والدكتور صدام والأخ الكريم لزيارة الجمعية يوم 4/1 حيث أنه يكون اجتماع عام لأبناء عشيرة أبو زيد بالجمعية، وبيكون كلهم موجودين متواجدين. هذا بيعرف عليكم أولا، وثانيا بدل ما يروح